علم اللوغاريتمات هو فرع من فروع الرياضيات، واللوغاريتم هو عبارة عن الدالة العكسية للدالة الأسية. من أهم أنواع اللوغاريتم العشري، والذي يعتمد الأساس 10، يستعمل في التطبيقات العلمية والهندسية. وكذلك اللوغاريتم الطبيعي الذي يستعمل الأساس إي، وهو عبارة عن العدد النيبيري، وهو ما تكون قيمته مقربة إلى 2.72. يستعمل اللوغاريتم الطبيعي في الرياضيات والحسابات العلمية، كما أنه يوجد اللوغاريتم الثنائي الذي يكون فيه الأساس 2. اختراع اللوغاريتمات. قد أدخل مفهوم اللوغاريتمات إلى الرياضيات في أوائل القرن ال17 على يد العالم جون نيبير كوسيلة لتبسيط الحسابات وتعود كلمة اللوغاريتم إلى العالم العربي الخوارزمي. قام باستخدامها كل من الملاحين والعلماء والمهندسين والفلكيين لإنجازات حساباتهم بسهولة أكبر باستخدام الجداول اللوغاريتمية. بشكل عام، فإن الصورة العامة للمعادلة اللوغاريتمية هي كما يلي: إذا كانت المعادلة الأسية على صورة باء أس وتساوي ألف، فإن المعادلة اللوغاريتمية تكون على صورة لوغاريتم الألف للأساس باء يساوي س، حيث باء هو الأساس، س هو الأس، ألف هو العدد، وتقرأ لوغاريتم العدد ألف للأساس باء ويساوي س. الآن نأتي إلى خصائص اللوغاريتمات. تتميز اللوغاريتمات بالخصائص الآتية، حيث باء في جميع الخصائص هي أساس اللوغاريتم. لوغاريتم الواحد للأساس باء يساوي 0، وذلك لأن رفع أي عدد للقوة 0 يساوي 1، أي أن باء أس 0 يساوي 1. 2. لوغاريتم الباء للأساس باء يساوي 1، وذلك لأن رفع أي عدد للقوة 1 يساوي العدد نفسه، أي أن باء أس 1 يساوي باء. 3. لوغاريتم الباء أس س للأساس باء هو س، وبشكل عام فإن لوغاريتم الباء أس ق س للأساس باء يساوي ق س. 4. لوغاريتم س ضرب ص للأساس باء يساوي لوغاريتم س للأساس باء زائد اللوغاريتم الصاد للأساس باء، ولوغاريتم السين تقسيم صاد للأساس باء يساوي لوغاريتم السين للأساس باء ناقص لوغاريتم الصاد للأساس باء. 5. لوغاريتم السين أس لام للأساس باء يساوي لام ضرب لوغاريتم السين للأساس باء. 6. إذا كان لوغاريتم السين للأساس باء يساوي لوغاريتم الصاد للأساس باء، فإن س يساوي صاد. 7. لوغاريتم السين زائد صاد للأساس باء لا يساوي لوغاريتم السين للأساس باء زائد لوغاريتم الصاد للأساس باء. 8. لوغاريتم السين ناقص صاد للأساس باء لا يساوي لوغاريتم السين للأساس باء ناقص لوغاريتم الصاد للأساس باء. 9. لوغاريتم الألف للأساس باء يساوي قيمة غير معرفة إذا كانت قيمة ألف تساوي عددا سالبا. 10. لوغاريتم الصفر للأساس باء يساوي قيمة غير معرفة، وذلك لأنه لا يمكن لنتيجة أي عدد عند رفعه لأحد الأسس أن تكون صفرا. الآن ننتقل إلى آخر موضوع معنا، وهو أنواع اللوغاريتمات. هناك أنواع عدة لللوغاريتمات، وذلك بناء على قيمة الأساس الذي يختلف بشكل كبير فيما بينها، إلا أن هناك نوعا من اللوغاريتمات يعتبران أكثر شيوعا من غيرهما، ويمكن حسابهما كذلك باستخدام جميع أنواع الآلات الحاسبة. وفيما توضيح لكل منهما: أولا اللوغاريتم العشري common logarithm، وهو الأكثر شيوعا، وهو اللوغاريتم الذي يكون أساسه العدد 10، وفي كثير من الأحيان لا يكتب الأساس في هذا النوع ليستدل القارئ تلقائيا أن الأساس هنا هو 10، أي أن لوغاريتم السين للأساس 10 يساوي لوغاريتم السين. ثانيا اللوغاريتم الطبيعي natural logarithm، هو اللوغاريتم الذي يكون أساسه العدد النيبيري ها، ويكتب على الصورة الآتية: لوغاريتم السين للأساس ها، أو باللغة الإنجليزية كما هو موضح في الصورة.